السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا عليكم حبايب قلبي. ما ننساش كده ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم عاجلا غير آجلا يا رب، وارحم أبيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحم أبيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. الفراخ بتاعتنا النهارده عمرها بقالها النهارده 4 ايام. انا ما صورتلكوش امبارح، يعني بستنى كده يوم ويوم كده او حاجه واقوم مصوره، لان انتوا عارفين اليومين دول اللي هم ال10 ايام التحضير دول او ال10 ايام الاولانيين ما بنعملش لهم اي وصفات ولا اي حاجه الا الاستقبال اللي احنا جايبينه، اللي هو البودره وبرده الازازه اللي فيها دواء ديت. بحط لهم الصبح البودره واخر النهار غطايه ايه من اللي هي الدواء. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. هما بس عشان انا بصور واقفين في جنب كده اهو. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين بقوا زي العسل وزي الهنا اهو. اهم حاجه في اليومين الحر ده، انتوا عارفين يا حبايب قلبي اليومين حر ضمن جدا، ربنا يسترها يا رب كده ان شاء الله علينا كده وما يخسرش حد لا احنا ولا انتوا. فاليومين دول انا بطلع كده الصبح لهم يا حبايب قلبي، السلك اللي هو في البوكسه دوت انا ببقى شايله ببقى مغطياه يعني طول النهار، عشان الشمس بتدخل ايه لهم جوه فبتحمي الجو عليهم. بطلع بقى بالليل بقوم حاشه الفرش ده من عليهم خالص، الهواء يدخل لهم من السلك، والصبح باجي اغطيهم تاني عشان ايه ما يدخلهمش ايه حراره ولا شمس كده في قلب البوكسه وكده. وبالنسبه للميه برضو حبايب قلبي، الميه زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. دي ازازه اهي جايباهي اهي، دي ازازه ميه ساقعه جايباها هي. بزود لهم السقايه اهي، يعني السقايه لسه فيها شويه صغيرين اهم، بقوم مزوداها ايه ميه ساقعه، لان بطلع بلاقي الميه قدامهم دفت. فدي اغلط حاجه في الصيف او في الحر، لما انت تسيب الميه قدام الفراخ بتاعتك تدفه او تسخن، دي تجيب لهم اسهالات على طول، ولا قدر الله يتعبوا منك ويتعبوك يعني. فاهم حاجه في اليومين الحر ده هما اللمبه تطفى عليهم طول النهار، تحط لهم ميه ساقعه على طول، يبقى ايدك في الميه على طول، لان الميه كل ساعتين بتلاقي الميه دفت قدامهم او سخنت فبتغيرها بقى، بتزودها، بتجيب ميه ساقعه من التلاجة بتزود الميه اللي قدامهم دي اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه. ما تنسيش اللي انت مثلا تكسلي اللي انت حطاهم في حته تطلعي لهم وتحط لهم شويه ميه الصبح وخلاص، لا، الميه كل ساعتين بتسخن، اقسم بالله اقل من ساعتين كمان بطلع الاقيها دفت قدامهم، فده غلط جدا جدا لهم، ممكن لا قدر الله يتعبوا منك ويموتوا كده. دي اهم حاجه. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، الفرشه تحتهم نضيفه وجميله اهو. هما الفراخ البلدي شويه بيبقوا بعطروا تحتهم كده، فانا بسيبهم بقى ايه ينقروا اللي تحتهم اللي هما موقعينه دي. انتوا عارفين الفراخ البلدي بتحب اللي هي ايه تنكش كده الاكل من قدام، فزي ما انتم شايفين كده ناكشين تحتهم اهو، بسيبهم بقى ينقروا ايه ينقضوا من على الارض وكده. انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، زي العسل وزي القشطه. انا مش مغيره لهم الفرشه دي خالص يا حبايب قلبي الا بعد التحضير، بعد ال10 ايام ان شاء الله باذن الله اغير لهم الفرشه وافرش لهم فرشه تانية نضيفه ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم اهم حاجه تغيير الميه قدامهم، تبقى الميه ساقعه كده وجميله قدامهم، علشان ما يتعبوش منك لا قدر الله ولا حاجه اهو. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب، وما يخسرش حد يا رب ان شاء الله باذن الله كده. بلا ما انت واخده بالك من حاجه وحاطه عينك على الحاجه قدامك واخده بالك منها في يومين الحر ده هم، ربنا يكرمك فيها ان شاء الله باذن الله. الواحد ما يكسلش كده، لازم على طول الميه قدامهم ده على طول تتغير اول باول اول باول، ما تسيبهاش تسخن ولا تدفى حتى قدامهم، لان ده اخطر حاجه على الطيور، الميه اللي تدفى قدامهم او تسخن ديت بقضيتهم خالص. لازم على طول الميه تبقى ساقعه كده قدامهم وجميله. فانا على طول بقول لكم كل ساعتين اقل من ساعتين كمان اطلع ازودها ميه ساقعه ازودها ميه ساقعه. زي ما انا قلت لكم يا حبايبي النهارده، يعني امبارح ما صورتلكوش فيديوهات ايه، ما بعمل لهمش حاجه زي ما انا قلت لكم، اللي انا قلت لكم عليه في اول فيديو، فما بصورش حاجه وكده. اما انا بسم الله ما شاء الله الفراخ ماشيه معايا حلو وكويسه، ربنا يا رب كده ايه يجعلها دوره خير علينا يا رب، وما يخسرناش لا احنا ولا انتوا يا رب ان شاء الله باذن الله، وتعبنا منها يا رب. واخدين هنا الجنب شويه هنا وشويه هنا، بحيث ان انا بصور وكده فهم بيبقوا ايه ياخدوا جنب كده. بس بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده الريشه البيضه طلعت في الجناح هي الفراخ البيضه، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب، بقوا زي العسل وزي القشطه اهو. زي ما انا قلت لكم ضمان اي دوره فراخ ال10 ايام الاولانيين او التحضيره بتاعتهم الاولانيين،
دي ضمان اي دورة فراخ ال10 ايام الاولية. حضرتهم حلو واستقبلتهم حلو، انسي بقى. وعلى كده وكده زي ما انا قلت لك، الميه قدامهم في الصيف دي، ودرجة الحرارة برضو تشوفيها، والمكان اللي انت حطاها فيها برضو. كان مثلا مكان فيه سلك او حاجة، دايما على طول السلك لما يكون مثلا في بوكسة وفيها سلك، السلك طول النهار بيدخل حر عليهم، فانتوا بتقوموا مغطية خالص اهو. زي ما قلت لكم مش هغير الفرشة دي تحتهم خالص الا بعد ال10 ايام التحضيري، هغير لهم بقى واظبطهم كده. كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي. النهارده عاشوراء، احنا صايمين بقى النهارده، ربنا تقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. امبارح برضو كنا صايمين تسوعة، يعني هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبتصوم عاشوراء بيكفر عن سنة. ممكن بقى بتصومها قبلها يوم او بعد يوم، او عايزة تصوم اليوم دي بس، يعني زي ما ربنا يقدرك كده. بس فضل اليوم ده عظيم جدا جدا في الصيام يا حبايب قلبي، بكفر سنة. يا ربنا يا رب كده يتقبل منا صيامنا وصلاتنا يا رب ان شاء الله باذن الله كده. وارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب، ارحم ابويا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الفرخ متى ما الحته كنه والحته هاديه كده، مفيش فيها حر ولا فيها حاجه، بتلاقيهم نايمين كنين كده حبايب قلبي. وزي ما انا قلت لكم الميه على طول قدامهم ساقعه جميله كده. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. اللمبه بقى انا هقوم اطفيها دلوقتي قبل ما منزل. انتوا شايفين البوكس فيه تفاتيح كده بتدخل لهم نور وكده، بس رجالهم بالليل بس ياكلوا ويشربوا بس، يعني يشوفوا بس. يعني درجة الحرارة مش مستاهلة ان انت يعني تسرقوا لهم اي لمبة باي نوع. درجة الحرارة معدية ال42، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله، ما يخسرش حاجة. فدي كان يومي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. ان شاء الله باذن الله كده كل يوم انزل لكم فيديو. ربنا كده يكرمنا ويكرمكم يا رب ان شاء الله باذن الله، ويطعمنا منهم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، وما يخسرناش. وزي ما أنا قلت لك هتراعي حاجتك، ربنا هيراعيك فيها ان شاء الله باذن الله. هتتعبي معاهم شويه بس، ما يكون في اي ظروف او اي تغيرات في الجو كده تتعبي مع الطيور بتاعتك، ما تكسليش عنهم، ما تسيبيش الميه قدامهم لما تسخن، لازم على طول كده اول باول كده. ربنا يرضيك ان شاء الله باذن الله. هما بدأوا يسحبوا، هما يجوا بقى الجري على الأكل، زي ما أنا قلت لكم هما كانوا إيه واخدين جنبي بس كده عشان أنا بصور. بدأوا بقى يسحبوا في البوكس أهو. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب إن شاء الله بإذن الله. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عاشوراء النهاردة، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهاردة، ودي كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. انتظروا مني فيديو غدا إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.